لو صلاح بيلعب مرموش هتشجع مين؟ طبعا محدش كان عامل حسابه في لحظه زي دي، لان ما كانش عندنا غير لعيب واحد مصري بيلعب في اقوى دوري في العالم، في الدوري الانجليزي، وهو محمد صلاح بيلعب في ليفربول. بس دلوقتي عندنا بدل الواحد اتنين، عمر مرموش ومحمد صلاح هيلعبوا بعض اخر الشهر ده، ومحدش كان عامل حساب لحظه زي دي، لان مانشستر سيتي هيلاعب ليفربول على ملعب الاتحاد في الجوله ال 26 من الدوري الانجليزي. طب في مشكله تانية، المشكله التانية ان الجوله اللي بعدها ليفربول هيلعب في نفس توقيت ماتش مانشستر سيتي في الجوله ال 27، وده محدش برضه كان عامل حسابها، لان ليفربول هيلاعب نيوكاسل ومانشستر سيتي هيلاعب توتنهام تقريبا في نفس التوقيت، الماتشين ما بينهم ربع ساعه. المصريين كلهم اهو في حيره، هنقعد نتفرج على مين، صلاح ولا مرموش؟ زمان كان الموضوع بيبقى سهل، ماتش صلاح هو اللي يشتغل، دلوقتي عندنا اتنين بسم الله ما شاء الله يعني، وربنا يزيدنا. طب انت لو بتشجع فرقه تانية وفرقتك التانية بتلعب في نفس التوقيت بتاع صلاح او مرموش، هتتفرج عليه ازاي؟ اقعد في بيتك بقى وحاول تقلب ما بين الماتشات. خلينا بقى نخش على الدوري الانجليزي كده، والدنيا ماشيه زي ما هي، وليفربول كسب ابسيتش تاون 4-1. كاجبو فورمه عاليه قوي وفايق قوي اليومين دول، وتقريبا من ساعه لما ارن سلوت وصل ليفربول وهو في فوق يعني في الفورمه دي، وجايب 14 جول في الموسم لحد دلوقتي وعامل 4 اسيستات، والراجل بقى يعني عنصر هجومي ممتاز جدا جنب محمد صلاح. ولو صلاح يعني مش فايق او مش في يومه موجود جنبه، ولو جنبه مش موجود في يومه بيطلع لنا نونيز، ولو نونيز مش موجود بيطلع يوتا. والفرقه بصراحه يعني تحس كلها كده شايله بعضها ومصممه على الدوري، ومتهيألي ان هي الاقرب يعني للفوز بالدوري. الحاجة التانية ان خط نص ليفربول بقى يعني متكامل. جرافنبيرخ عامل موسم عالي قوي قوي في الضغط العالي وفي قطع الكرات، وماك أليستر عامل طبعا برضه موسم كويس جدا في لعب الكور البينية، اذا كانت لصلاح ولا اذا كانت لجاكبو او لويس دياز. فليفربول ما اظنش ان هو يفرط في الدوري، والراجل لسه محافظ على فرق الست نقط ولسه ناقص له ماتش مؤجل، ومتهيألي كده ان ليفربول يقدر يحسم الدوري لو عدى كمان ماتش السيتي اللي في اخر الشهر. متهيألي يبقى اقرب للدوري فرصه كبيره جدا، لان كل الماتشات الصعبه هتبقى في اخر 4 جولات بالنسبه له، قدام ارسنال او تشيلسي او حتى توتنهام اللي مش في حالته خالص واللي هيصارع على الهبوط. فليفربول يقدر يحسم الدوري في شهر 3 بدري قوي قبل مراحل الحسم. نيجي بقى للاعبنا المصري الثاني اللي لسه واصل لانجلترا واول ماتش ليه اساسي وكلنا اتفاجئنا طبعا، عمر مرموش مع مانشستر سيتي، لقينا بيب جوارديولا بيدفع بيه في التشكيله الاساسيه قدام تشيلسي. احنا خفنا عليه بصراحه، بس واضح طبعا ان الصفقه دي ان شاء الله تبقى مهمه جدا ومفيده جدا لمانشستر سيتي، لان عمر مرموش باين جدا ان هو كواليتي مختلف خالص عن كل الخط الهجومي في مانشستر سيتي، اذا كان الاجنحه او تحت المهاجمين تحت هالاند. الراجل جات له فرصه كبدايه، لسه مخضوض طبعا، بس طول الماتش هو متحرك، جاب سجل جون وكان اوفسايد، وطول الماتش يعني الراجل باين عليه ان هو عايز يثبت نفسه وعنده ثقه كبيره في نفسه جدا. مرموش باين قوي ان عنده ثقه في نفسه كبيره جدا، ودي بانت من اول ماتش ومن الشوط الاول كمان، لان في فاول اتحسب لمانشستر سيتي وكان جوندوجان وفودن واقفين عليه، ولقينا عمر مرموش واقف وسطيهم وفي الاخر سابها له لان الناس دي طبعا الراجل ده جاي واثقين في امكانياته، اكيد جوارديولا جاي واثق في امكانياته، والناس كلها شافت الفاولات اللي جابها في الدوري الالماني المتتاليه اللي كانت ورا بعض. فان شاء الله كده التوفيق لكل التوفيق للاعبنا المصري يعني عمر مرموش، وانا متهيألي ان شاء الله ان هو هيركب في الوينج الشمال، وما اظنش ان في حد هيعرف يقعده، بس نتمنى له التوفيق والتسجيل طبعا، ولما الفرص تجي له اكتر يقدر يستغلها. حتى بيب جوارديولا قال بعد الماتش ان عمر مرموش اتحرك تحركات كويسه جدا في خط دفاع تشيلسي، وان بس عدم الانسجام والتفاهم اللي لسه بدري عليه شويه بينه وبين لعيبه وسط مانشستر سيتي، هو ده اللي ادى بس يعني ان الناس ما تشوفوش، وان الراجل طبعا باين قوي ان هو واثق فيه، وان شاء الله كده يبقى يعني شرفنا ويبقى النسخه الثانيه لمحمد صلاح ويعديه كمان. عندي مشكله بقى مع ماريسكا فشل مع انه كان واضح ان هو مذاكر ماتش باريس جدا مع مانشستر سيتي، وضغط وجاب الهدف الاول طبعا من غلطه اللعيب الصغير اللي لسه بيلعب اول ماتش ليه برده مع مانشستر سيتي زي مرموش بالظبط، عبد القادر خوشانوف. الراجل ده كان صعبان علينا كلنا تقريبا، ما حدش شاف صورته على الشاشه الا لو كان عايز يعيط جنبه.
ضغط وجاب الهدف الاول، وجات له فرصه لبالمر غريبه جدا، معرفش بالمر ازاي بالمر ما تشطهاش وازاي ما تسجلهاش انت، وبصاها وحش جدا لنيكولاس جاكسون اللي مش عارف ده ازاي يعني بيلعب اساسي في هجوم تشيلسي. ماريسكا فشل تماما ان هو يستغل حاله التخبط اللي في مانشستر سيتي اللي كانت في اول تلت ساعه، ولاعيبه تشيلسي بالبلدي كده اتمرقعت اذا كان بالمر او مدويكي او نيكولاس جاكسون، وخلوا مانشستر سيتي يرجع في الماتش يعني. وشفنا طبعا هالاند والهدف الثالث لفودن، والدنيا مانشستر سيتي رجع لعبه عشان يكسب 3-1 وترجع كده الثقه لعيبه السيتي في الدوري ان شاء الله يعني، مع وجود مرموش ان هم يقدروا يفضلوا في التوب فور. الدوري صعب طبعا عليهم، بس متهيألي ان هم هيقدروا يحسنوا مركزهم ويبقوا في الثالث كمان بدل المركز الرابع. ارسنال بقى، يعني ارسنال اللي بيلعب على سطر ويسيب سطر والاصابات يا عيني مبهدلاه، قدر يكسب ولفرهامبتون 1-0 بهدف لكالافيوري اللي قلنا ان كانت اصابته مأثره جدا على ارسنال في الدفاع، وواضح ان هو كمان ليه دور هجومي زيه زي جابرييل زي صليبه. فقدر يكسب 1-0 وكان بيلعب ناقص واحد بعد طرد لويس كيلي اللي كان يعني مش مفهوم قوي، وان ارسنال هيتظلم على الطرد ده. ارسنال لسه يعني ماسك في الفرصه شويه، بس طبعا غياب ساكا لحد اخر شهر 2 وغياب وايت مقصرين، وطول ما فيش فيرود تقيل في الفرقه دي اللي صفقات يناير خلاص بتخلص وفتره الانتقالات بتخلص وما جابش فيرود لحد دلوقتي، انا ما اظنش ان ارسنال هيكمل. ارسنال محتاج فيرود 9 يعني هجام زي ما بيقول الكتاب، يخلص الماتشات مع الفرق الصغيره بكل سهوله. فليفربول لما رجعوا ساكا ويعني وايت هيقدر يكمل في المنافسه، بس على خفيف خفيف. الفرقه محتاجه فيرود، لازم فيرود. انا مش عارف يعني فرقه ارسنال حتى لو راحت جابت زوما مندي ولا جابت فيرود وقاعده كده يلا بقى نايمين لحد الموسم اللي جاي. لازم كده اتكلم سريعا بصراحه على بورنموث مع المدرب الاسباني ايرولا اللي بيقدم موسم يعني عظيم جدا، وعامل مع بفرقته فرقه كويسه جدا بقياده كلويفرت الصغير، والراجل يعني من هدافين الدوري، وعامل سلسله لا هزيمه من شهر 11 ما اتغلبش، كسب نوتنجهام فورست 5-0، ويعني السنه دي كسب تشيلسي وكسب فرق كتير جدا. فايرولا بيقدم موسم محترم، لازم يعني نديله كل كده التقدير وكل التحيه، والراجل متهيألي هيقدر يعني يحجز له مكان كده في المنافسات الاوروبيه الكونفرنس كاب او حاجه. فالمنافسه بقى على المقاعد الاوروبيه من الثاني للسابع، من ارسنال، نوتنجهام، تشيلسي، السيتي، نيوكاسل، بورنموث، طبعا مولعه خالص من 40 ل 47 نقطه، وده هيخلينا نشوف ماتشات احلى كتير الفتره الجايه. وقولوا لنا رايكم كده مين ممكن يفنش تاني وتالت ورابع، ومين هيوصل للاوروبا ليج، ومين يوصل للكونفرنس كاب في الدوري الاقوى تنافسيا في العالم.